بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ وحشاني جدا. صباحكم خير، صباحكم سعادة، صباحكم طاقة ايجابية، صباحكم كل حاجة حلوة ان شاء الله. النهاردة الروتين بتاعنا قوي جدا، تنظيف عميق للبيت. يعني بصوا ما اقدرش اقول لكم كان تنظيف عميق عميق. يعني عملنا فيه حاجات كتيرة قوي، ودخلنا كمان المطبخ وعملنا اكل. يعني بصوا هيعجبكم باذن الله ان شاء الله، من الفيديوهات اللي تعجبكم باذن الله يا رب باذن الله. بس من فضلكم تشتركوا في القناة لو كنتم لسه ما اشتركتوش، وتحطوا لي اللايك اول ما تدخلوا، لان اللايك ده بيساعدني كتير. وانا كمان ببقى مبسوطه قوي قوي لما بشوف لايكات كتير على الفيديو، واشوف ان انتوا اتفرجتوا على اكبر عدد، يعني اكبر دقايق. يعني انا بتوصلني عن طريق البيانات اللي عندي، بتوصلني لعدد الدقايق اللي انتوا اتفرجتوا عليها. فلما بتتفرجوا على فيديو بشوف عدد الدقايق بتاعتكم حلوه، الناس بتتفرج عليه، اكيد انا ببقى مبسوطه جدا، وببقى متشجعه قوي قوي ان انا اعمل فيديو تاني وانزل فيديو تاني، لان اكيد دي حاجه بتشجعني جدا. وكمان لان انا فعلا فعلا والله بتعب جدا في الفيديوهات، ممكن اقف اصور بالتسع والعشر ساعات، لان التصوير بياخد وقت ومجهود فوق ما تتخيلوا. يعني لو انت هتعملي شغل بيتك العادي استحاله تاخدي الوقت ده، لكن هي المشكله في التصوير. يعني فتقديرا منكم لو تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناه، ولو تتفرجوا على اكبر عدد من الدقايق اللي تقدروا عليها، يعني ده هيفيدني وهيعلي الفيديو ويخلي الناس تتفرج عليه ويتعرض لناس اكتر. يعني هو ده اللي انا نفسي منكم ان انتوا تعملوه، وانتوا طبعا قدها، وانا عارفه ان انتوا ناس محترمه، واغلبيه الناس اللي عندي ناس محترمه جدا جدا، وانا بقدرها وبحبهم جدا جدا جدا. مسكت بقى الاوضه اللي عندي، اللي هي شايفين طلعت كميه تراب قد ايه. طب ليه التراب ده كله يا نوجه؟ احنا عارفين يعني ان انت بتقولي ان انت يعني نضيفه شويه. بصوا التراب ده يا جماعه، لان انا فاتحه البلكونه والشباك 24 ساعه في ال 24 ساعه، ما اقدرش اقفلهم غير في الشتاء بس. وده ليه؟ لان انا عندي مطعم، قلت لكم على الموضوع ده 50 مره، عندي مطعم تحت البيت على طول. فالمطعم وكشري ومش عارفه، يعني مطعم وكشري ومشويات وحاجات زي كده، فكميه سخونيه بتطلع عليا رهيبه رهيبه، خاصه في الاوضه دي والاوضه اللي جنبها على طول اللي هي غرفه النوم، بتبقى صعبه قوي قوي قوي. فانا لو قفلت الاوضه دي، وخاصه يعني قفلت الشباك بتاعها والشباك التاني بتاع البلكونه، انا متهيألي الاوضه دي يعني هتفرقع من كتر السخونيه، لان فعلا فعلا السخونيه صعبه. يعني فبالتالي طول الوقت ببقى لازم ابقى مفتحه الدنيا، خاصه ان انا حاطه لاولاد الكمبيوتر هنا عشان تبقى الاولاد قدام عيني قدام عيني، انا شايفه هم بيتفرجوا على ايه. انا ممكن احطه في اوضه بتاعتهم، بس لا ما ينفعش، انا لازم اشوف اولادي بتتفرج على ايه. فكل شويه وانا داخله البلكونه وانا خارجه من البلكونه وانا قاعده قدامهم في الكنبه اللي قدامهم، انا شايفه اولادي بتتفرج على ايه وبتسمع ايه. ما بقتش في حاجه مضمونه. خلوا بالكم من ولادكم، الحاجات والالعاب الغريبه اللي بقت تدمر فكر ولادنا موجوده في كل مكان. وممكن تبقي قاعده في بيتك ومتهيألك ان انت اولادك ما بينزلوش وده احسن حاجه ومش عارفه ايه، وهم بيتدمروا عن طريق التليفون او الكمبيوتر وانت قاعده في الطراوه. فخلي بالكم من الموضوع ده، انا بكلمكم كاخت. يعني نحذر بعض، مفيش حد كامل، مفيش حد بيعرف كل حاجه. اي حد عنده اي معلومه يحب يفيدني بيها في الكومنتات يا ريت، انا بحب جدا اسمع واتعلم، دي حاجه كويسه جدا. يعني فانا المعلومه اللي عرفتها واللي خدت بالي منها ان انت لازم تخلي بالك من اولادك، حتى لو هم موجودين معاكي في قلب البيت لازم تعرفي هم بيتفرجوا على ايه، وتتابعي الناس اللي هم بيتفرجوا عليهم. ممكن يكونوا هو بيتفرج على اي حاجه خاصه مثلا دينيه يا ستي، دينيه، مش هقول لك انها حاجه مثلا فيها اي حاجه دينيه، بس ممكن يكون ابنك بيخلوه يعني فكره مش مظبوط، فهماني؟ فلازم تبقي عارفه الحاجات اللي بيتفرج عليها اولادك، وتسمعيهم وتتكلمي معاهم وتعرفي مين الناس اللي بيتفرج عليهم، وتتابعي بقى وانت رايحه وانت جايه كده، تبصي تشوفي ترمي ودانك مع الكلام اللي بيتقال، تعرفي ابنك بيسمع ايه او بنتك بتسمع ايه. ده مهم جدا. والنصيحه دي طبعا يعني لينا كلنا، مش انا بقول لكم بس كده، لا ده لينا كلنا، لازم نخلي بالنا. المهم انا بقى مسكت الاوضه بتاعتي، طبعا لازم تبقى مليانه تراب لانها على شارع ومفتوحه من كلا الاتجاهين فطبيعي جدا ان هي تبقى مليانه تراب حتى الحيطان. فانا مسكت الحيطان والشباك، شلت التراب اللي كان عليهم، نفضت كمان الانتريه، رجعته شلته بعيد، وبعد كده رجعته مكانه تاني عشان كنسته ومسحت تحتيه زي ما انتم شايفين. هروح بقى للجزء التاني اللي قدام البلكونه، برده كنسته ومسحته زي ما انتم شايفين. فعلا فعلا يعني البلكونه لو اتقفلت سنه بس بسيطه هتفرق معايا جدا في التراب. بس هي المشكله ان هي وكمان السجاده اللي قدامها بتشرب تراب بشكل مش طبيعي، لان في وشها على طول تراب 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 ومتفتح، وعربيات ماشيه في الشارع. فالموضوع عندي صعب، مؤذي، يعني مؤذي بشكل مش طبيعي.
نتيجة المطعم اللي تحتيه. بس الناس بتقول الحمد لله وافضل من الحال الاولاني اللي كنت قاعده فيه. فانا بالنسبه لي انا مبسوطه ومفيش اي مشكله بالنسبه لي يعني، الحمد لله. مش مشكله، اي شقه في الدنيا لازم تلاقي فيها عيوب ومشاكل يعني. مسكت بقى المشايه، مش المشايه، الحافظه دي، الحافظه التركي دي انا بحبها جدا الصراحه، بس هي عشان فاتحه فصعبه شويه. مسكت بقى الستاير اللي كانت موجوده في الصاله حطيتها هنا كنوع من انواع التغيير، وفي نفس الوقت عشان يبقى قدامي حاجه منوره. يعني الستاير اللي كنت حطاها قبل كده كانت ضلمه، لاني كنت بنام في الحته دي، كنت بفرش وانام هنا. كل الناس عارفه يعني ان انا بفرش وبنام هنا في الصاله في الاوضه، عشان اوضه النوم غرفه النوم عندي ما ينفعش حد ينام فيها. فبالتالي انا بقى لما بقى يعني الحال اتبدل شويه والجو بقى احسن، فالدنيا بقت عندي احسن جوه شويه، فعرفت ان انا انام في غرفه النوم بتاعتي. فمسكت بقى الستاير رحت حطاها زي ما انتم شايفين كده، الستاير اللي كانت في الصاله، فمخليه الدنيا منوره وشكلها شيك وشكلها حلو والله، احسن شكلها احسن في الحقيقه كمان من التصوير ده. فبالنسبه لي الصراحه شكلها مريح. ولو انتوا لكم اي تعديل تقولوا لي، لو انتوا مش شايفين انها مريحه او ممكن نعمل حاجه تاني تخليها مريحه اكتر يا ريت تقولوا لي. خرجت بقى على الريسبشن بتاعي، شلت بقى التراب وشلت السفره وشلت الحاجات اللي كانت موجوده على السفره. شفت الراديو ده، الراديو ده شغاله على اذاعه القران الكريم، جميله قوي قوي، بيبقى معايا الصراحه زي كده بتفتكري ذكريات جميلة. يعني أيام ما كنت بتسمعيها في بيت وباباكي ومامتك، الحاجات اللي كانت موجودة زمان وافتقدناها دلوقتي يعني. فالصراحة بتبقى جميلة قوي. فأنا فكرت فيه من زمان يعني، ده عندي من زمان، بس هو بقى كان مع العفش مركون في يعني في ايه، في المكان التاني يعني، فالرهوان التاني ماشي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ف كان موجود بقى مع العفش وكده، فما كنتش عارفه، ما كانش معايا. لكن انا عاده بحب قوي ان انا اشغله جنبي كده في محطه القران الكريم، او ساعات الصبح الاذاعه اللي احنا بنحب نسمعها، اللي هي مثلا بتاعت يا ولاد يا ولاد، فاكرين الحاجات الجميله دي. انا بحبها قوي وبتفكرني بذكريات جميله جدا جدا جدا، ايام ما كنت في المدرسه وايام ما كان يعني عايشه في لسه بيت بابايا. كانت ايام جميله جميله جميله، كلها راحه وما فيهاش مسؤوليه، مع ان كان فيها مسؤوليه الدراسه وكده، بس عمرها ما كانت تبقى زي مسؤوليه الايام دي. سبحان الله، في فرق بين المسؤوليه والهم. المسؤوليه كويسه عادي يعني الناس كلها تشيلها، لكن الهم هو اللي صعب شويه. يلا الحمد لله ربنا موجود وربنا بيعين، اللهم لك الحمد. شلت بقى التراب برضو اللي كان موجود في كل حته، شلته طبعا. المقشه مش جايبه تراب علشان هي مبلوله، فعشان كده متهيألكم ان مفيش تراب قوي يعني. هو فعلا في الصاله مفيش تراب قوي، بس تحت الحاجات فيه. مسكت بقى كل الحاجات اللي كانت موجوده يعني. انا يعني بصي، لما اكون عايزه اعمل ترتيب عميق بعمل ايه؟ بشيل كل حاجه وافضي الصاله تماما واوديها اليمه التانيه. لما اكون عايزه انضف تنظيف عميق، مش هنضف تنظيف عميق، بخلي كل حاجه مكانها وارتب من حواليها والمع الدنيا من حواليها وانضف من حواليها. بس انا بفضل ايه كنوجه يعني، بفضل اللي انتوا شايفينه ده. بحس كده براحه نفسيه غير طبيعيه بعد الموضوع ده. في ناس بتقولك ما تمسحيش بملح، وفي ناس تقولك امسحي بملح. انا بحب امسح بملح خشن الصراحه، ده بالنسبه لي حاجه لطيفه يعني. بحس كده بهدوء، وخاصه لما تشغلي سوره البقره بعدها او اي قران، بحس كده بهدوء لا تتخيليه في المكان. رجعنا بقى السفره، بس انا عايزه اغير الشكل يعني، عايزه اخلي كده في، عماله اقول احطها هنا، لا طب احط المكيف فين؟ فهتبقى الموضوع صعب والدنيا ملخبطه ومش عارفه ايه. فقلت خلاص هحطها اليمه التانيه جنب النيش، بس تكون بشكل مختلف. يعني انا كنت حطاها بالطول، غيرتها دلوقتي وخليتها، لا انا كنت حطاها بالعرض، غيرتها وخليتها بالطول. مسكت بقى زي ما انتم شايفين، حتى الحاجات دي انا مسكتها شلتها، اللي هي خليات النحل، وغسلتها وغسلت الورد اللي كان موجود ومسحتها ورجعت. لو تفتكروا ان انا كنت شايله الرف ده، رجعته تاني وحطيت عليه الزرع ده للاسف اتكسر 2 اتكسروا، فمبقاش فاضل غير 2 بس. فشلت كل الزرع اللي كان موجود وحطيت انواع تانية كانت موجودة عندي يعني. هي شكلها مش قد كده بس يعني ماشي الحال يعني. مسكت بقى اللي اسمها الترابيزه دي، وحطيتها هنا كده في الحته دي كتغيير. حلوه قوي الصراحه وجميله، ولو في ايدك كوبايه نسكافيه، في ايدك حاجه بتحطيها عليها، فجميله قوي. وزي ما انتم شايفين انا حطيت السفره فين بالشكل اللي انتم شايفينه ده انا كده بشوف على السفره بيبقى فيه زي فازه كبيره كده وطويله، بتدي شكل حلو قوي، فكنت عايزه اعمل الشكل ده. وبعد كده غيرته على فكره، بس غيرته بعد الكاميرا. اكتشفت ان انا عندي حاجه تانية
بصوا شايفين حطيت بقى انا ايه الورد ده هنا، الصراحه ده شياكه وده لطافه وده نظافه. الشكل عاجبني، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عاجبني قوي الشكل بالطريقه دي. وحطيت بقى هنا الورد بالطريقه اللي انت شايفاه ده. والفازه انا غيرتها بعد كده، كانت لقيت الفازه عندي احسن كتير وشكلها اجدد كتير. ايه اللي يخليني احط الفازه القديمه دي انا مش عارفه. المهم يعني ربنا يعيننا على كل واحد على اللي هو فيه. فشلتها وبعد التصوير عملتها. هنا كنت طفيت النور وحبيت اوريكم الهدوء اللي كان موجود، بس للاسف الاضاءه ما كانتش قويه قوي يعني، فاضطريت ان انا افتح النور تاني. الدنيا هاديه وجميله بعد ما كانت بتصوت. زي ما قلت لكم انا بحس ان الحاجات بتصوت لما بتبقى مش في مكانها، او مش في، او ممكن تكون حسب شخصيه الست اللي قاعده في البيت. يعني لو الست اللي قاعده في البيت يعني عندها نسبة 10% نظافة، هتحس ان المكان حواليها بيصوت عشان عايز ان يتنظف. يعني انا بحس كده الصراحة. مش عارفة انا لوحدي ولا انتوا كمان. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا كمان بتحسوا ان المكان بيصوت ودوشه، واول ما تلاقيه ان هو تروق تحس ان المكان هادي وزي ما يكون ملوش حس. سبحان الله الحاجات حوالينا فعلا بتدي زي طاقات كده. يعني لما تبقى الحاجه نظيفه او لما تبقى الحاجه مش نظيفه الطاقه بتاعتها بتختلف. يعني انا بعتقد ذلك والله اعلم يعني. دخلت بقى على المطبخ بتاعي، لميت كل المواعين اللي كانت موجوده حطيتها على الحوض على طول وغسلتها كلها مره واحده زي ما انتم شايفين. انا بحب انضف المواعين بتاعتي وبعدين من كل الاوساخ اللي فيها، وبعد كده اغسلها واحده كده مره واحده، وبعد كده اشطفها كلها مره واحده. ليه؟ عشان ما اقعدش كل شويه افتح واقفل في الميه ويبقى فيه زي يعني ايه اقتصاد شويه في الميه. يعني عشان حرامها طبعا هنسال عليها لا تصرفوا يعني لو كنتوا على نهر جاري. فاهميني؟ فبحب اعمل العمله دي بتوفر كتير قوي في الميه. المشكله ان اصلا المحبس بتاع الميه، مش المحبس، الحنفيه بتاعه الميه عندي بايظه، فمش بتقفل على الاخر. بضطر ان انا اقفل محبس الحنفيات يعني المحبس الرئيسي بتاع البيت علشان خاطر ايه احافظ على الميه. الصراحه مهلك لحد ما ربنا يكرمني واعرف اجيب حد يعملها لي باذن الله. غسلت بقى البوتاجاز بتاعي وبعد كده غسلت الحوض عشان اشوف بقى انا هعمل اكل ايه. النهارده عملت لكم شويه محشي يا جماعه تستاهلوا بقكم. هي ارداحي من غير لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، بس والله كان تحفه، كان تحفه فنيه. طعمه كان هايل. لاني بصي عملت شوربه سقيته بيها كانها شوربه بالظبط. يعني مسكت بصلايه على فص ثوم على لوري على حبهان، كل التوابل اللي انت بتحبيها على قطايه، ورحت حطيتهم على النار. وبعد كده خليتهم ياخدوا غلوه، يعني خليتهم ياكلوا ويدوا مع بعض كده شويه. وبعد كده رحت حاطه لهم الميه مكعبين من مرقه دجاج ماجي، خليتها تغلي وظبطت لها الملح بتاعها. والله ما فرقتها بينها وبين الشوربه. يعني كانت حلوه جدا وكانت مدياني طعم كأن بالظبط شوربه. هي اللي سقته بيها. فالمحشي كان طالع جنان 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 بجد، كان حلو قوي قوي قوي. فاللي ما عندوش شوربه يتصرف. لو انت عندك شوربه حطها في الفريزر مثلا، ما كنتش محتاجاها طلعيها، بتنفع قوي في الاوقات دي يعني. بس انا ما كانش عندي فاستخدمت اللي انا قلت لكم عليه، والنتيجه كانت وهم، كانت حلوه وما كنتش فرقته خالص عن اللي من غير شوربه. يعني نتصرف ونقول الحمد لله على اللي موجود. انتوا عارفين طبعا طريقتي في المحشي، انا عملته معاكم قبل كده على القناه. انا بسبك وبعد كده في نص التسبيكه زي ما انتم شايفين بقطع شويه فلفل حراق او بارد اللي انت عايزاه، وفصين من الثوم وشويه من الخضره، وبعد كده هسيبهم على النار تاني يكملوا سواهم لحد ما الميه تخلص خالص من المحشي. وبعد كده نزلت عليه بالرز ونزلت عليه بقيه الخضره. طبعا انا ست غنيه عشان عندي الخضره دي كلها، صح كده؟ انا دلوقتي من الغني من الناس الاغنياء، لان يعني بقيت عودين بس يعني حرام الصراحه. يعني مسكت بصل كالعاده، بقطع بصل وقوطه وفلفل، ولو في فص ثوم، لو شويه خضره. ما عندكيش بصل وشويه تسبيكه بس كنت شايلهم على جنب من التسبيكه بتاعه المحشي، خير وبركه. عندك شويه خضره حطي، ما عندكيش عادي. وبعد كده ابتدي احشي. الطريقه دي هتعجبك قوي. الخلطه اللي تحت دي ده طعم حلو قوي للمحشي. لون المحشي هيبقى احمر كانك حاطه فيه 10 كيلو قوطه، كانك حاطه بالظبط عفوا، كانك حاطه بالظبط 10 كيلو قوطه. والله ليه؟ لان المحشيه من بره بقى لونها احمر نتيجه الصلصه بتاعه المحشي اللي انت حطاها تحت. احنا كده بنخدع الناس ماشي معلش، بس دي خدعه في مصلحتهم، لان لون المحشي هيبقى احمر خالص خالص زي ما قلت لك.
حطيت بقى المحشي يستوي على النار او ما كنتش حطيته مش فاكره، وبعد كده عملت اللي انتوا شايفينه ده، مسكت الارض بتاعتي ظبطتها، لان انا عارفه لو قعدت بعد المجهود اللي انا عملته ده مش هقدر اقوم تاني اخلص بقيه المطبخ. فانا واقفه كده بسرعه 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 ابتديت اعمل، عشان انا عارفه لملمت الدنيا. مش هقول لكم ان انا يعني ايه عملت اللي محد يتعمل في المطبخ الصراحه، لا عملت الاساسيات بس، وبعد كده لميت الدنيا ومسحت الارض وظبطتها، عشان انا عارفه اني لو قعدت وطولت القعده بعد المجهود اللي انا عملته ده استحاله هقوم تاني. لسه ما كنتش حطيت المحشي. شايفين بقى الجمال، شايفين النظافه والهدوء. الحمد لله رب العالمين. كده خلصنا تقريبا الشقه كلها، لان الاوضتين انا كنت لسه عامله فيهم روتين فكانوا نضاف. مسكت بقى المحشي بتاعي